السلام عليكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. هحل معاكم النهاردة اختبار تراكمي 3 حتى الدرس الثالث في الوحدة الأولى. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، المقدار الثلاثي س أس 2 زائد ك س زائد 49 يكون مربع كامل عندما ك تساوي نقط. مربع كامل يبقى كده الكاف اللي هو عايزها دي موجودة في الحد الأوسط. طالما مربع كامل فليه قانون للحد الأوسط. الحد الأوسط هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في جذر الحد التالت. هنعوض موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س أس 2 جذرها س في جذر الحد التالت 49 جذرها 7 هتساوي موجب أو سالب 2 في 7 ب14، والرمز س هينزل. هو هنا عايز معامل الحد الأوسط هيبقى موجب أو سالب 14. الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال التاني، إذا كان س أس 2 زائد 4 س زائد ك مربع كامل فإن الكاف هتساوي نقط. هنا برضو قايل إن المقدار ده مربع كامل، وهنا عايز كاف، وكاف دي موجودة في الحد التالت. هنكتب القانون بتاع الحد التالت. الحد التالت هيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الأول. هنعوض دلوقتي الأوسط تربيع. الأوسط عندي 4 س، هنربعه 4 س هنربعه على 4 في الحد الأول اللي هو س تربيع. 4 أس 2 هتبقى ب16، وس أس 2 هتبقى س أس 2 على المقام 4 س أس 2. س أس 2 في البسط هتروح مع س أس 2 في المقام، يبقى عندي 16 على 4 فيها الأربعة. الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال الثالث، إذا كان س زائد ص الكل تربيع بتساوي 42 وس تربيع زائد ص تربيع بتساوي 12 فإن س ص هتساوي نقط. هنا هنشوف مين اللي هينفع نفكه. هنا عندي س زائد ص الكل تربيع ده هنقدر نفكه. س زائد ص الكل تربيع مديهالي ب42. القوس ده اللي هقدر افكه. هنفكه ازاي؟ الأول في الأول يديني الحد الأول، يعني س في س بس تربيع، والتاني في التاني يديني الحد الأخير صاد في صاد بصاد تربيع. بعد كده الأول في التاني في 2 يديني الحد الأوسط، يبقى س في صاد بس صاد نضربها في 2. نيجي نعملها في جنب. س اللي هو الحد الأول في التاني اللي هو صاد في 2 هتبقى 2 س صاد، يبقى موجب 2 س صاد والأخير موجب هتساوي 42. هو اداني إن القوس ده ب42. هنعوض دلوقتي. مديني س أس 2 زائد ص أس 2 ب12، يعني هنا لو بدلت الأماكن وجبت س أس 2 زائد ص أس 2 زائد 2 س ص بتساوي 42. وهو هنا دلوقتي مديني س أس 2 زائد ص أس 2 ب12، يعني هنشيل الجزء ده وهنكتب مكانه 12 زائد 2 س ص بتساوي 42. دلوقتي بقت معادلة هنقدر نجيب منها س ص. يبقى دلوقتي هنودي ال12 اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى عندي 2 س ص هتساوي 42 ناقص 12. يبقى كده 2 س ص هتساوي 42 ناقص 12 هيبقى 30. عشان نجيب قيمة الصاد هنقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. الاتنين هتروح مع الاتنين و30 على الاتنين هتبقى بتساوي 15. يبقى احنا كده جبنا قيمة س ص بال15. الاختيار الأول ألف. بعد كده السؤال رقم 4، المقدار ك س أس 2 زائد 12 س زائد 9 يكون مربع كامل إذا كانت ك بتساوي نقط. يكون مربع كامل، عايزين نجيب هنا دلوقتي الحد الأول. ليه قانون. الحد الأول هيساوي الحد الأوسط تربيع على 4 في الحد الثالث. الأوسط هنا اللي هو 12 س هنربعه على 4 في الحد التالت اللي هو ب9. 12 تربيع ب144 والسين تربيع تبقى س تربيع. 4 في 9 ب36 هتساوي. هنقسم دلوقتي 144 على 36.
هتساوي 4 س تربيع. هو هنا عايز معامل الحد الأول اللي هو قيمة الكاف، هيبقى بتساوي 4، الاختيار نمرة ب. بعد كده السؤال رقم 5، إذا كان أ تربيع زائد ب تربيع بتساوي 11 وأ في ب بتساوي 5، فإن أ ناقص ب هتساوي نقط. هنا عندي المقدار ده مش بيتفك، وده أبسط حاجة ليه ب ب5، وهو عايز أ ناقص ب. هنعمل ايه في السؤال ده؟ هناخد أ ناقص ب اللي هو عايزها دي ونربعها. لما نيجي نفكها هنلاقي المقادير اللي مديهالي دي هنعوض بيها. القوس ده بيتفك ازاي؟ الأول في الأول يديني الحد الأول أ في أ بأ تربيع، بعد كده الأول في التاني في 2، الأول عندي أ في التاني اللي هو سالب ب في 2، هيبقى عندي سالب 2 أ ب. الأخير طبعا دايما بيبقى موجب، التاني في التاني يديني الأخير ب في ب، يبقى ب تربيع. كده دلوقتي احنا فكينا القوس اللي احنا ربعناه. دلوقتي هنعوض أ تربيع زائد ب تربيع اللي هما دول، أ تربيع زائد ب تربيع مديهولي ب11، ممكن نكتبهم جنب بعض، هنبدل الأماكن. أ تربيع زائد ب تربيع ناقص 2 أ ب، كده مديني أ تربيع زائد ب تربيع مديهالي ب11 ناقص 2 في أ في ب، أ ب ب5، يبقى كده عندي 11 ناقص 10 هتساوي 1. الواحد ده اللي هو أ ناقص ب تربيع، لكن مش أ ناقص ب بس، يعني أنا دلوقتي عندي أ ناقص ب الكل تربيع بتساوي 1. عشان أجيب أ ناقص ب بس اللي هو عايزها هناخد الجذر، هنكتب بأخذ الجذر. يبقى عشان أجيب أ ناقص ب هيساوي جذر الواحد، هتبقى موجب أو سالب جذر الواحد، تبقى موجب أو سالب واحد. جذر الواحد هيبقى موجب أو سالب واحد، عشان ده مقدار تربيع، اما نجيب له الجذر هيبقى بموجب أو سالب. بعد كده السؤال رقم 6، إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 7 وس ص بتساوي 3، فإن س ناقص ص الكل تربيع بتساوي نقط. هنا هنفك القوس تربيع نفس فكرة السؤال اللي فات. السين عشان نجيب الحد الأول س في س بس تربيع، التاني في التاني يديني الأخير ص في ص بص تربيع، والأول في التاني في 2 يديني الحد الأوسط. الأول اللي هو س في التاني اللي هو ص في 2 يديني الحد الأوسط، هتبقى 2 س ص، إشارة النص سالبة تنزل، والأخير دايما بيكون موجب. دلوقتي هو مديني س تربيع زائد ص تربيع ب7، يعني دي هنشيلها ونحط مكانها 7 ناقص 2 س ص مديهالي ب3، 2 في 3 هتساوي 7 ناقص 6 هتساوي 1. هنا 1 بس مش هنجيب الجذر عشان هو هنا عايز س ناقص ص الكل تربيع، لكن لو عايز س ناقص ص بس كنا جبنا الجذر، كنا خدنا الجذر للطرفين فكانت هتبقى موجب أو سالب واحد زي السؤال اللي فات، لكن هنا في سؤالنا هو عايز س ناقص ص الكل تربيع فالإجابة هتكون بواحد. بعد كده السؤال رقم 7، إذا كان أ تربيع زائد 2 أ ب زائد ب تربيع بتساوي 25، فإن أ زائد ب هيساوي نقط. دلوقتي عندي المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل، اللي عرفنا الحد الأول ليه جذر تربيعي والحد التالت ليه جذر تربيعي، ولو ضربت جذر الحد الأول اللي هو الألف تربيع لما نجيب له الجذر هيبقى ألف في جذر الحد التالت ب تربيع جذرها ب في 2 هيديني الحد الأوسط، هيبقى كده عندي 2 أ ب اللي هو الحد الأوسط. يبقى كده احنا اتأكدنا ان ده مقدار ثلاثي مربع كامل، طبعا بيبقى موجب أو سالب، وهنا عندي موجب. طيب يبقى ده مقدار ثلاثي مربع كامل. المقدار ثلاثي مربع كامل بنحلله ازاي؟ قوس واحد عليه تربيع، وعشان نجيب اللي جوه القوس هنجيب جذر الحد الأول أ تربيع جذرها أ، إشارة الحد الأوسط تنزل، وجذر الحد التالت ب تربيع جذره ب. هو قال لي إن أ زائد ب الكل تربيع اللي هو المقدار ده ب25، يبقى لما حللناه برضه هيكون بيساوي 25. هو هنا عايز أ زائد ب بس، يبقى هنجيب الجذر أ زائد ب هتساوي، هناخد بأخذ الجذر للطرفين، لما ناخد الجذر هيروح مع التربيع، وهنا لما ناخد الجذر ال25 يبقى موجب أو سالب 5، الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال
الثامن المقدار س تربيع ناقص 2 س زائد ج يقبل التحليل عندما ج تساوي نقط. هنا عايزين نجيب الحد الثالث، ده مش مقدار ثلاثي مربع كامل، ده مقدار ثلاثي وعايزين نجيب فيه الحد الثالث. هنا عايزين عددين حاصل ضربهم يكون اللي هو رقم ج ومجموعهم يكون الحد الأوسط اللي هو الاتنين. هنا في السؤال ده هنجرب الإجابات. عندي س تربيع ناقص 2 س، هناخد أول إجابة اللي هي -3. عايزين نحلله، هنفتح قوسين، س تربيع تتحلل س في س. التلاتة عايزين عددين حاصل ضربهم 3، هو مفيش إلا 1 في 3، ويكون الفرق بينهم 2. 1 في 3 ولو طرحتهم هيديني 2، والأخير سالب، يبقى الكبير هياخد إشارة النص والعدد التاني ياخد عكس الإشارة، يبقى السالب 3 نفعت. لو جربت الأرقام التانية مش هتنفع، يبقى الإجابة هتبقى -3. لو جينا نجرب اللي بعد كده، س تربيع ناقص 2 س، وجربنا الأربعة، مفيش عددين حاصل ضربهم 4 ومجموعهم 2. الأربعة هي 1 في 4 و2 في 2. عايزين عددين حاصل ضربهم 4 هم دول، وعايزين نجمعهم يديني 2. مش 1 و4 يبقى 5، و2 و2 4، يبقى مش هينفع. لو جربت الباقي مش هينفع، يبقى الإجابة هتبقى -3 هي اللي نفعت. بعد كده السؤال رقم 9، س تربيع ناقص 2 س زائد 1، ده مقدار ثلاثي مربع كامل. عرفناه ازاي؟ الحد الأول لجذر تربيعي س تربيع جذرها س، والحد التالت لجذر تربيعي اللي هو الواحد. ولو ضربت جذر الحد الأول في جذر الحد التالت في 2 يديني الحد الأوسط اللي هو 2 س. يبقى نحلله ازاي؟ قوس 1 على تربيع. بنجيب اللي جوه القوس ازاي؟ بنجيب الجذر الحد الأول س تربيع جذرها س، إشارة الحد الأوسط تنزل، جذر التربيع للواحد 1، يبقى كده الإجابة هتبقى س ناقص 1 الكل تربيع، الاختيار الأول ألف. بعد كده السؤال التاني، حلل ما يأتي تحليلا كاملا. أول سؤال، س تربيع زائد 4 س ص زائد 4 ص تربيع. عايزين نحلل المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. بنتأكد ازاي؟ الحد الأول لجذر والحد التالت لجذر س تربيع جذرها س، و4 ص تربيع جذرها 2 ص. لو جينا نجيب الحد الأوسط اللي هو موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول س تربيع جذرها س، في جذر الحد التالت ال4 جذرها 2 وص تربيع جذرها ص. هنضرب موجب أو سالب 2 في 2 ب4 س ص، هو ده الحد الأوسط. بكده اتأكدنا إن المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. بنحلله ازاي؟ قوس 1 وعليه تربيع، س تربيع جذرها س، بعدين إشارة الحد الأوسط تنزل، ونجيب الجذر التربيعي للحد التالت، ال4 جذرها 2 وص تربيع جذرها ص. بعد كده السؤال التاني، عندي 3 ص تربيع زائد 7 ص ناقص 6، 3 ص تربيع زائد 7 ص ناقص 6. ده مقدار ثلاثي بس غير بسيط. ليه عرفنا انه غير بسيط؟ عشان الحد الأول ليه معامل، والمعامل ده ملوش جذر. هنعمل ايه؟ هنحول المقدار الثلاثي الغير بسيط لمقدار ثلاثي بسيط. معامل الصاد تربيع ده هنضربه في الحد التالت، يبقى كده عندي صاد تربيع زائد 7 صاد ناقص 3 في 6 ب18. بعد كده نحلله، كده حولناه لمقدار ثلاثي بسيط. هنحلله قوسين، صاد تربيع تتحلل صاد في صاد. ال18 عايزين عددين حاصل ضربهم 18 لكن الفرق بينهم يكون 7. 18 دي اللي هي 1 في 18 و2 في 9 و3 في 6. مين اللي الفرق بينهم 7؟ 2 في 9، يبقى هناخد 2 في 9. طالما الأخير إشارته سالبة يبقى العدد الكبير في اللي أنا جبتهم هو اللي هياخد إشارة الحد الأوسط، والعدد التاني ياخد عكس الإشارة. ما ننساش زي ما ضربنا في 3 هنرجع نقسم عليها تاني، نقسم هنا على 3 وهنا على 3. طبعا هنا الاتنين مش هتقبل القسم على 3، فالتلاتة دي هتكون معامل الصاد، يبقى عندي 3 صاد ناقص 2 صاد زائد 9 3 فيها 3، يبقى 3 صاد ناقص 2، والقوس التاني صاد زائد 3. لو عايز تتأكد من إجابتك هتضرب الأول في الأول يديني الحد الأول، 3 صاد في صاد ب3 صاد أس 2، والتاني في التاني يديني الحد الأخير
سالب في موجب بسالب، واتنين في 3 ب6. اضرب وسطين واضرب طرفين واجمعهم هيديني الحد الأوسط. الوسطين عندي -2 ص، والطرفين 3 في 3 ب9 ص. نجمع الاتنين، إشارات مختلفة هتنزل. إشارة الكبير اللي هي 9 إشارتها موجبة، ونطرح 9 ناقص 2 7، والرمز الصاد ينزل يبقى 7 ص. بعد كده السؤال التالت، 25 ألف أس 4 ناقص 10 ألف تربيع زائد الواحد. ده مقدار ثلاثي مربع كامل. بنتأكد ان هو مربع كامل. الحد الأول لجذر تربيعي والحد التالت لجذر تربيعي، ولو ضربت جذر الحد الأول اللي هو يبقى 5 ألف تربيع في جذر الحد التالت اللي هو 1 في 2 هيدينا الحد الأوسط. 2 في 5 ب10، وألف تربيع تنزل، طبعا بيكون موجب أو سالب. هنا عندنا سالب. يبقى كده اتأكدنا ان المقدار ده مقدار ثلاثي مربع كامل. دلوقتي بنحلله. قوس واحد عليه تربيع. هنجيب الجذر التربيع للحد الأول. 25 جذرها 5، ألف أس 4 جذرها ألف أس 2. إشارة الحد الأوسط تنزل، والجذر التربيعي للحد التالت الواحد جذره 1. يبقى كده هيبقى 5 ألف تربيع ناقص 1 الكل تربيع. ده تحليل مقدار ثلاثي مربع كامل. بعد كده السؤال التالت، 99 الكل تربيع زائد 2 في 99 زائد الواحد. هنا هنستخدم برضو فكرة المقدار الثلاثي مربع كامل. مدين الأول تربيع، والحد الأخير برضو لجذر تربيعي، والحد الأول لجذر تربيعي. ولو ضربت الجذر الحد الأول في جذر الحد التالت في 2 يديني الحد الأوسط. يبقى هنعمل نفس فكرة المقدار الثلاثي مربع كامل. هنفتح قوس واحد عليه تربيع، ونجيب الجذر التربيعي للحد الأول 99 تربيع. لما نجيب لها الجذر هتلغي التربيع وهناخد الرقم اللي هو 99. إشارة الحد الأوسط تنزل. بعد كده هنجيب الجذر التربيعي للحد التالت الواحد جذره 1. هنجمعهم. هنجمع الأرقام اللي داخل القوس. 99 زائد 1 هيبقى 100. الكل تربيع هيبقى بيساوي 10,000. بانتهاء السؤال ده يكون انتهى اختبار تراكمي 3. يا رب أكون قدرت أفيدكم واستفدتوا من الشرح. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.